الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده هنتكلم عن درس مهم جدا، وقبل ما نتكلم عن الدرس في سؤال دايما أنت بتسأله لنفسك، في طلبة كتير سألوني يا مستر هو ليه ربنا ساكت على الظلم اللي بيحصل في العالم؟ يعني ليه ربنا ساكت على إسرائيل؟ ليه ربنا ساكت لو واحد ظالم مش بياخد حقه او يقتله او يدينا حقنا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى مش ساكت، هو ربنا سبحانه وتعالى مأجل الحساب ليوم الحساب. عشان اي انسان امن بالله فربنا سبحانه وتعالى ساعات بيسيب الظالم يقعد يظلم 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 حتى يوم الحساب الحسن. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لك يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم الحساب لو أنت تخيلت المنظر هتخاف تظلم حد، هتخاف تضايق حد، هتمنع نفسك من كل حاجه انت بتعملها حاليا. تخيل ان انت واقف في حج من البشر والشمس فوقيك زي اللمبه دي النبته وجسمك بيتحرق والعرق واصل للركبه ومش قادر تتحمل لدرجه ان انت بتقول قوموا يا رب قوم الحساب خلاص مش قادرين. ثم نذهب إلى الرسل كل نبي نفسي نفسي حتى يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها عليه أفضل الصلاة والسلام. عشان كده هو الشفيع لينا يوم القيامة. كلنا هنقف قصاد بعض. مش أنت يا مستر قلت لنا إن أنا مظلوم؟ وربنا سايب الظالم؟ لكن يوم القيامة هنقف قدام بعض الظالم والمظلوم، وربنا يقول للمظلوم جاء الوقت الحساب يوم الحساب. لو عملت خير هتجد خير ولو عملت شر هتجد شر. في ميزان يوم القيامة، عندك ملائكة بتكتب كل حاجة بالتفصيل الممل لدرجه ان انت يوم القيامه هتقول يا نهار ابيض هو ازاي الكتاب ده ما سابش صغيره ولا كبيره الا لما كتبها. يبقى كده مفيش حاجه اسمها كتبه بيضاء ومفيش حاجه اسمها غلطه بسيطه، لان الكتاب بتاعك هيكون فيه كل صغيره وكبيره. فهو كل هفوه علينا سنحاسب عليها، واحنا بنعمل حاجات ومش عارفين احنا بنعمل ايه. بنعمل مصايب واحنا مش عارفين بنعمل ايه. ده كل هفوه، كل كلمه، كل حركه، كل ظلم، كل شهاده زور، كل كذبه مكتوبه في الكتاب اللي هتقراه الانسان يوم القيامه. واول ما هتقراه هتقول ده مش سايب حاجه، لا صغيرة ولا كبيرة، أنا أذيت نفسي. وهتقول وقتها يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني كنت تراب وما تحاسبش الحساب ده وما اقراش الكتاب ده. فخلي بالك إن يوم الحساب ده يوم عظيم عظيم. يا مستر إيه اللي يأكد لك إن هو يوم عظيم؟ يوم يفر المرء من أخيه. أنا مش عايز أبويا ولا أخويا ولا أختي ولا ابني ولا مراتي ولا جوزي، نفسي نفسي. ده يوم عظيم كل واحد يحاسب بما عمل. تخيل الموقف ده ان انت ماشي على الصراط المستقيم فملك يمسك كرباج من جمره وديب على جسمك يقول لك فاكر اليوم الفلاني انت شتمت فلان وقلت له كذا، ده لو ما تابش يعني هيقع. فملك التاني يسنده ويقول
تقول له انا سندتك عشان انت اليوم الفلاني عملت خير وخدت حسنه، فيمشي خطوه ثانيه كريم اليوم الفلاني انت كذبت فهيقع، فالملك الثاني يسنده ويشوف هل سيئاتك اكتر هتفضل وتقع ولا حسناتك اكتر هتسندك لغايه ايه؟ الا رحمه من الله تحميك من المنظر ده. الرحمه من الله دي انك انت تكون عامل اعمال عظيمه، انك تصالح الناس مثلا. من الاعمال العظيمه واسباب النجاه يوم القيامه تسامح الاخرين، تعفو عنهم. لانك كل ما تعفو عن حد ربنا بيعزك، يعليك درجه. من الاعمال العظيمه التواضع، من تواضع لله انك تصلح بين الناس، انك تمنع الضرر والاذى من حد، دي اعمال عظيمه. فعشان كده يقول لك اذكر اثنين من اسباب النجاه يوم القيامه: العفو، التسامح، الصدقه من اسباب العفو. والصدقه دي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا تايهين عنها. عشان كده واحد يقول لي يا مستر ده انا فلان عيب، ده انا بتعب، ده انا بمرض. انت عارف ان انت المفروض عشان تحافظ على صحتك تتصدق يوميا 360 صدقه. يوميا تتصدق 360 صدقه. اشمعنى 360؟ عشان جسم الانسان من 360 نفسه. فانت لازم تتصدق يوميا على جسمك بس. لسه حاجه ثانيه 360 صدقه. طب هو الصدقه فلوس بس؟ لا. كلمه طيبه صدقه. البسمه، يعني انا دخلت الفصل ابتسمت في الشغل، انتوا 30 طالب 30 صدقه. حسن المعامله، النصيحه صدقه. ذكر الله صدقه، يعني ممكن استغفر الله العظيم صدقه، استغفر الله العظيم صدقه، ذكر الله 360 مرة. فيا رب ارزقنا الشهاده. ممكن تموت وانت شهيد وانت مش هتتحرك من كتر الدعاء، يا رب ارزقني الشهاده، فربنا يرزقك الشهاده. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل سلامي من الناس عليه صدقه، كل جسمي عليه صدقه. وقال لك الصدقات، بس سئل هل في حاجه واحده اعملها 360 صدقه؟ ايه هي؟ صلاه الضحى. لو صليت صلاه الضحى كل يوم هحمي نفسي. بقى لو انت صليت الفجر حاضر وقعدت ساعتين تقرا قران وصليت الضحى تكتب عمره، لانك عملت عمره حسنات عمره. عشان كده واحد يقول لي يا مستر انا معيش فلوس اطلع عمره وانا لسه صغير. بس انت ممكن تعمل عمره وانت قاعد في البيت، تصلي الفجر تقرا ساعتين قران او تذكر الله تروح عمره كمان. ده غير الموضوع ايه؟ كتير زي الفجر. نعم إزارة الصبح. بص معايا، ايه اول حاجه انت يوم القيامه هتحاسب عليها؟ الصلاه. يبقى دي من اقامها اقام الدين، ومن تركها ترك الدين، لان الصلاه عباده الدين. وقال لك الفرق بين المؤمن والكافر ترك الصلاه. عشان كده اول حاجه ربنا هيقف قدام ربنا ويسال الملائكه هل صلاته كامله؟ نعم تحاسب. طب هل صلاته كامله؟ لا ناقصه. طب عنده سنن يكملها؟ كملها له. طب صلاته ناقصه. انت عندك شهر يعتبر الشهر ده بمثابه طوق نجاه. هو النجاه لينا لان الحسنه فيه بتضاعف. يعني تخيلي ان ربنا قال لك كل عمل ابن ادم فهو له الا الصيام، هو ليه اجزي بيه كيفما شاء. يعني ممكن تصوم يوم ما تاخديش حسنه، تاخدي 700,000 حسنه. رحمه ربنا عليك. فعشان كده ربنا بيديكي رمضان ده بالنسبه لنا احنا طوق نجاه بينجونا من عذاب منتظرنا. طيب يبقى اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه. طيب
ايه مظاهر رحمه ربنا؟ هو ربنا رحيم؟ طب لو قال لك اكتب بعض مظاهر رحمه الله تعالى. من مظاهر رحمه ربنا ان هو خلى الحسنه بايه؟ والسيئه بمثل أو يعفو. او يعفو. تخيل الحسنه ب10 والسيئه سيئه. ده ربنا بيقول لنا انا عايز اسعدكم، انا عايز ادخلكم الجنه، انا بعمل كل حاجه عشانكم. احنا لازم بقى اللي نساعد نفسنا، احنا اللي نبتعد شويه عن اللي احنا بنعمله. احنا مليانين معاصي. محدش يقول لي انا ما بعملش معصيه، لا بتعمل، بتكذب، بتأذي، بتشتم، بتخاصم، بتضرب، ما بتسمعش كلام والديك. انت مليان معاصي في اليوم بس مش فاهمها، مش عارف ان دي معصيه. سوء اختيارك لاصحابك معصيه. عشان كده يوم القيامه تقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا صديق. يا ريتني ما كنت خدته صديق. يعني اتخاذ الأصحاب كمان بيتحسب عليه. حاسب عليهم. طب محدش أحداثهم ما يعرفش. لا، انك تعرفي ان ده وحش وتصاحبيه، انك تعرفي ان ده بيشتم وتصاحبيه، انك تعرفي ان ده بيأذي وتصاحبيه. انت عارفه ووافقتي على ده وسكتي تحاسبي. يعني لو حد بقى وحش بيخاصمه بس تنصحي قوي. لما تقبل النصح ابعدي. ليه؟ لان المرأة على دين خليل. يعني انت على زي صاحبك. يعني مثلا بصاحبه واحد بيشتم، من كل ما بيشتم قدامك غصب عنك تشتم، وكل ما يشتم وانتي مش ساكته سريعه، او بيشتم قدامك مش ساكته ده سريع. اصلا هو قريب كنت لازم يعني لو انت حصلت نصحت عملت اللي عليك. هو قريبي ده لازم يبقى في البيت. السلام عليكم وعليكم السلام. ما هو انا ما بقولكش خصم مقاطع. السلام عليكم وعليكم ايه؟ لكن لو انت خدته كصديق ملازم ليك، ما هو في فرق بين ان انا يبقى زميل وصديق وصاحب. في فرق في المسميات. ده زميل، السلام عليكم وعليكم السلام، عامل ايه؟ الحمد لله خلاص. لكن الصديق ان انا بتصل بيه ويتصل بيا واخرج معاه يخرج معايا، ده صديق. ده محاسب عليه. لكن واحد في الفصل ده زميل بيشتم نصيحه ما سمعش، هو حر، لان انا ما اخترتوش يبقى صديقي. ده مجرد ايه؟ انا هحاسب على الاصدقاء مش الزمايل. ماشي؟ طيب قال لك من مظاهر رحمه ربنا ايضا ان هو يغفر الذنوب. قال لك ايه؟ قال لك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من مغفره ربنا ورحمته ان لما انت بتتوب بيحول سيئاتك لحسنات، بس توبه صادقه. توبه صادقه. عمر بن الخطاب كان عنده جبال من السيئات وهو كافر، ثم أسلم ولم يفعل معصية طول إسلامه، ولم يكرر عمله في الكفر. ربنا حول له جبال السيئات لجبال حسنات. وأول من يمسك كتابه هي لو كل المسلمين هيخشوا الجنة دي معلومة فقط. منا من يدخل النار ومنا من يدخل الجنة، لأن كل أعمالك في الميزان. فاكر واحنا بنشرح العربي قلت لك أنت عندك ميزان هيتحط أعمالك، حسنات سيئات، حسناتك أكتر جنة، سيئاتك أكتر نار. بس في حاجة مصيبة لازم تخلي بالك منها. المصيبة دي ممكن تدمرك حتى لو حسناتك أكتر. إيه هي؟ ظلم الناس. إنك تظلم، لأنك هتقف قدام اللي ظلمه يوم القيامة وربنا هيقول له يسامحه. لو قال لا ربنا هيقول له خد حسناتك. خد ما شئت من حسناتك. طب لما حدث ربنا في حسبي الله ونعم الوكيل كده وكلت الله.
عشان كده بيحصل كده. فربنا يأتي لي ويقول قد وكلتني على الغربة وحاجة. عشان كده بيقول لك عيش مظلوم ولا تعيش ايه؟ لأن الجنة أحسن من الدنيا. هتاخد حقك في الجنة أحسن ما تاخد حقك فين؟ تاخد حقك في الجنة ازاي أعرفها؟ إنك هتقف هيسألك مسامح ولا لا؟ مش مسامح خد حسنات. طب لو قلت أنا مسامح لا، ربنا يقول عبدي كما رحمت عبدي ارحمك بدخلك الجنه. ففي كلتا الحالات انت ايه؟ كذاب. سواء سامحته او ما سامحتوش كذاب. هياخد حسنات كده وهياخد سيئات كده. ما هو الرسول قال لك سياتي رجل يوم القيامه وعنده جبل الحسنات. لما تخيل بس لما اقول لك الحديث الاول كده، الرسول كان بيسال من الفقير؟ قال اللي معهوش مال. قال لا، الفقير اللي عنده جبل حسنات وشتم هذا وسب هذا وقاطع هذا وضرب هذا وظلم هذا فاخذوا حسناته. طب حسناته خلصت، انا خلاص حسناتي خلصت، بس ظلمت حد ايه؟ هيجيلي سيئات. فتحول جبال الحسنات لجبال سيئات ودخل ايه؟ فيقول ربي انا عملت خير لكن ظلمت انسان، كنت تسبه كنت تأذي، فلازم حسابك، وحسابك ده بيكون ايه؟ يوم الحساب. عشان كده يقول لك عيش مظلوم ولا تعيش ظالم، حقك هتاخده ما تخافش، بس خده في الاخره اقوى بكتير من الدنيا، لان الدنيا لا تموت لا. طيب طبعا يشفع، بس مش كل مش كده، هو هيشفع، بس هيشفع في ايه بقى؟ اللي حسناته اقل من السيئات بواحده او اثنين، اللي هم حسناتهم متساويه، اللي هم قوم الاعراف الكلام ده. طيب هتلاقي وانت بتمسك كتابك هتلاقي حسنات ما تعرفش جت منين، وسيئات مش بتاعتك انت ما عملتهاش. طب دي بتاعت ايه؟ قال لك ركز معايا كده اقول، لو مثلا كريم ما بيصليش، ركز معايا كده اقول كريم ايه؟ وانا فضلت وراه انصحه لغايه ما ايه؟ كل صلاه يصليها هاخد حسنه. لان انا سبب النصيحه، انا اللي خليته يعمل ده. فتخيل كل صلاه هو بيصليها انا حسنه. فلان بيشتم هذا مثلا، فامنعه ان هو يشتم، كل مره بطل فيها شتيمه هاخد حسنه. فانت لما تنصح غيرك بفعل الخير قد الحسنات اللي هياخدها انت هتاخدها. فهتلاقي حسنات مش بتاعتك، الله حسنات كتير جت مش بتاعتي، بس انت كنت بتؤمر بايه؟ بالمعروف. عشان كده بقول لك دايما انصح، دايما انصح. ممكن مره معاك تصيب، لكن تخيل زمان يقول لك اللي يدخل واحد من الكفر للايمان، يعني خليت واحد كافر خليته اسلم، كل حسناته هتاخد زيها. فتخيل قد ايه الحسنات اللي انت ممكن ايه تاخدها. سيئات قال لك انت ممكن تؤمر حد بفعل ضلاله، يعني تقول لواحد يا عم شتمك وانت ما شتمتوش روح اشتمه. النهي اللي هو المنكر خليه يعمل منكر، يا عم علم عليك وضربك وانت ما ضربتوش. ايه ده؟ فانت هيعمل اللي انت قلت عليه، انت هتاخد سيئه وهو سيئه، هتاخد زيه بالظبط. فهتلاقي يوم القيامه انت عندك سيئات جت منين دي؟ انا مالي؟ فلان شتم فلان انا اخد سيئه ليه؟ ما انت قلت له اشتم. فلان ضرب فلان انا اخد سيئه ليه؟ ما انت قلت له اضرب. فانت بتخليه يفعل المعاصي فمثلك مثله. عشان كده يوم القيامه يرى العبد
عبد حسنات وسيئات، افعال واقوال مش بتاعته، بتاعت حد غيره، بس انت ساعدته على الحسنات لك مثله، وساعدته على السيئات فلك مثله. طيب اخر حاجه، احنا عايزين اسباب النجاه. ازاي انجو بنفسي يوم القيامه؟ واحد، انك تسامح الناس، تعرف لازم، ولازم تكون على المقدره. تسامح الناس انك تقدر تاذي بس مش تاذي، تقدر تضرب بس مش هضرب، اقدر اشتم بس مش هشتم. فالمسامحه انك تعفو عن المقدره. اثنين، الصدقه. ان الصدقات هي كفاره لكل شيء في الحياه. تتصدق، والتصدق مش بالمال زي ما قلت، تصدق باكثر من ايه؟ من حاجه. نكمل الدرس بعدين.